كل واحد منا إنسان عظيم بس متغطي بشوية تراب، محتاج يتنفض من عليه علشان يرجع يلمع تاني. طيب إزاي نقدر نعمل كده؟ شارك الخير. كل واحد فينا جواه خير، ومشاركة الخير ده حاجة ممتعة، وهتلاقي أفكار كتيرة لعمل الخير، بس نفذ واحدة منها. اعمل اللي بتحبه. فكر في حاجة بتحب تعملها، سواء هواية أو رياضة أو أي حاجة. ما تركنهاش على الرف، ولا تخلي الخوف والكسوف يوقفك. أيوة، نفض من عليها التراب وخليها تنور جواك. انت مليان حب، قلبك عامل زي الفانوس السحري. الحب اللي انت محتاجه هو الجن اللي جوه الفانوس. خرجه بس والحب ده هيرجع لك تاني. دور على الركن الهادي. الحياة غالبا مزعجة ومليانة دوشة، وده مخلينا نصدع من كل الأصوات دي. دور على الركن الهادي جواك، وهناك عقلك هيقدر يستخبى ويستريح. خلي يومك مدهش. حاجات كتيرة جدا مرت علينا، الحاجات دي هي اللي شكلت شخصيتك وتصرفاتك. بس في حاجة مهمة، ما تشغلش بالك باللي حصل امبارح. حصل وخلاص، لا هنقدر نرجعه ولا نغير فيه. يبقى المهم هتعمل ايه النهاردة. غير تفكيرك للأحسن. مشكلات الحياة ممكن تكون كبيرة وصعبة، وممكن تكون صغيرة وهايفة، لكن التفكير الإيجابي وحسن الظن بالله هيخليك تحلها كلها بإذن الله. وده ما يمنعش إنك تطلب المساعدة، وبرضه ما تنساش إن ربنا موجود. خلي بالك من نفسك. لو حد أو حاجة غير لك مودك وضايقك، ما تخليش ده يبوظ يومك. ارمي الوجع وخلي بالك من نفسك. من الآخر، محدش يقدر يتحكم في الناس وكلامهم أو تصرفاتهم. احلم بالمستقبل. خلي حلمك دايما قدامك واشتغل عليه لحد ما تحققه. لو آمنت في قلبك وعقلك إنك هتقدر، بإذن الله حلمك هيجيلك لحد عندك. كلنا مميزين. ربنا خلق في الأرض حاجة مهمة مشتركة بين كل الناس، إن الحب والخير هيفضل موجود بينا زي ما ربنا أمرنا. التفكير الإيجابي بيدينا طاقة. الأفكار السلبية بتسحب طاقتك، لكن الأفكار الإيجابية بتخليك قوي وتقدر. يعني ده اختيارك انت. عايز تكون سعيد؟ قدامك الطريق.